حقيقة مثل هذا الشباب تزيد يشجع على الدعوة إلى الله. احنا في واحد الخندق، وهذا الشباب يجب أن يكون في خندق آخر. احنا ما نقدروش نجمعوا الناس كل شيء في المساجد ونقول لهم أجوا اسمعوا لنا، ولكن هذا المنبر الذي يعتليه مثل هؤلاء الشباب هو منبر كبير جدا. على أي السؤال لا شك أنه نفس السؤال الذي طرح على من سبقوني من الشيوخ: مسار كل واحد منا مع القرآن الكريم. أنا اختصر لأن ما نبغيش ناخذ من وقتكم بزاف، ولكن غير نبغي نتحدى هذا الجمهور واحد التحدي صغير، أنني غنضحككم وغنبكيكم. تفضل. يعني غادي تضحكوا نتمنى وغادي تبكيوا، وكل ذلك مسار مع القرآن الكريم. عبد الكبير الحديدي هو واحد الوليد اللي تزاد في العروبية. من حسن حظي أنني تزدت في أسرة كلها ديال القرآن. الوالد حافظ القرآن، خوتي حافظين القرآن، ولاد عمامي حافظين القرآن. يعني هذاك البلدة اللي احنا فيها اللي هي مرقراقة نواحي الصويرة، كلهم وليداتهم كل شيء تيمشوا للقرآن. فكان يعني من حسن حظي أنني تزدت أول شيء يعرض علي القرآن الكريم. فالحمد لله باختصار شديد حفظت القرآن في سن مبكرة جدا، حوالي 9 سنوات 10 سنوات حفظنا القرآن. هذا من فضل الله علينا. قضية القرآن كيف أنك تنهض يعني بالقرآن الكريم، هذا كيبقى توفيق من الله عز وجل، وخاصة لما يريد الإنسان أن يعتلي مثلا المحاريب، أن يصلي بالناس تراويح وكذا، فلا بد أن يكون ذا صوت حسن وذا حفظ متقن. هذه لا بد منه، جوج الحوايج لا بد. تكون حافظ مزيان، تكون تتأدي مزيان. إلا كنت حافظ مزيان وما تقراش مزيان ما يقبلوكش الناس، ولا كان عندك صوت مزيان وما حافظش ما عندك ما دير. إلا تفضوا بقيتي جالس بلاش، الناس كلشي ما يصليوش. على أي، فالحمد لله تبارك وتعالى حفظت القرآن 9 سنوات. والأمنية ديالي شنو هي؟ الناس اللي في البادية كاينش وسائل اتصال، كنسمعوا غير الراديو والتلفازة، وما كاينش كلشي عنده التلفازة. يعني غير واحد في 50 ولا واحد في 60 عنده التلفازة. كنسمعوا شي مرة المسيرة القرآنية. أشنا هي الأمنية ديالي؟ أنا بغيت نحفظ القرآن ونسجل المسيرة القرآنية وأنا في الدرج. ولكن هذه الأمنية تحققت بإذن الله تبارك وتعالى. حفظت القرآن الكريم وأنا اختصرت في الكلام، واستطعت أن أسجل المسيرة القرآنية، وكانت أول مسيرة أذيعت في عهد الملك محمد السادس نصره الله. فهنا بقات انطلاقة ديال القرآن الكريم، أن الناس كيصلوا وراك يعني الآلاف ويستحسنون قراءتك. وبقينا غاديين الحمد لله، خدينا جوائز وخدينا مراتب وخدينا شهادات وخدينا إجازات. لا داعي لذكر هذه الأمور، لأن هذه الأمور ما دايره لنا والو، هذه لا تفيد في شيء. أنا كنقول لكم الغاية هي ملي نوصلوا لهيه إن شاء الله، وكل واحد غادي يعرف فين وصلوا القرآن. هذه هي الغاية. طيب، نضحككم شوية بالقرآن. الوالد ديالي حامل كتاب الله، وكان تيحرص عليا الله يجازيه بخير ويطول في عمره وعمر الوالدة كذلك، أنني كنقرأ عليه داك الشيء اللي كنحفظ، وكان لا يتسامح معي في حفظ القرآن الكريم. يعني عندك واحد 5 ديال الأحزاب ولا 10 ديال الأحزاب استظهرهم والسلام. وكان شي مرة كيشد فيا النعاس بزاف، يعني ما نعش وخصني نقرأ 5 الأحزاب ولا 10 الأحزاب. كنتذكر واحد النهار كنقرأ في أواخر سورة الإسراء، والوالد واخا يكون ناعس إلا غلط غادي يجبد معايا لأنه داير حدا هذيك المصواطة. فأنا كنقرأ والنعاس لعب لي في راسي، وعقلت على قوله تعالى، وكنقرأ بواحد الطريقة اسمحوا لي نمثلها لكم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له كفوا أحد. الوالد فاق سورة الإسراء قل هو الله أحد. المهم جبد معايا واحد الجبده وفقت، عقلت راسي، راني عرفت راسي فين واقف. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا هو الآية. هذه وقفة مع القرآن الكريم فيها نوع من المستملحات، وهي يعني ومستملحات كثيرة، ولكن الموقف الذي لا بد أن أستحضره ولعل البعض يعرفه هو أن هذا العبد هذا لما جيت للدار البيضاء، أنا كنت في الدار البيضاء أصلا، وقريت في المعهد وقريت وخرجت للسعودية وخرجت ودخلت إلى آخره، ومشيت لمدينة سطات ودوزت واحد الفترة،
والوالدين هنا. رجعت للدار البيضاء، صليت العام الاول بالناس تراوح، بداو الناس تيهضروا عليا بزاف الحديدي. في هذاك السنه بالضبط تصابت بمرض في الحنجره. هذاك المرض حتم علي لا بد ان اقوم بعمليه جراحيه في الحنجره. الطبيب اللي غيدير لي العمليه كيصلي معايا ودارها لي فابور، الله يجازيه بخير، وكان حريص كل الحرص على تلك العمليه. ولكن الذي وقع هو ما لا يرتضيه الطبيب، هو ان حبال الصوتيه قد ضربت وذهب الصوت بالمره. صبحت كنقول هذه نعمه انعم الله بها علي واخذها، فلله ما اخذ وله ما اعطى. صافي. بغي انت يعني هنا الرسالات الله يجعل البركه. صافي. بعض الناس ولاو يعني اطباء، ما بغيتش نذكر الاسماء ديالهم، والسي سعيد مسلم تعرف فيهم واحد المجموعه ماشي اطباء، يعني هادو بروفيسورات كبار ديال الطب والتخصص ديال الحنجره والحلق في هذه المدينه، اجزموا كل يعني اتفقوا بان معمر الحديدي غيهضر، معمرو غيهضر ماشي يقرا، لا معمرو غيهضر. وداروا واحد البادره الله يجازيهم بخير، وقالوا غادي يمشي لفرنسا وغيدير واحد الحيمه صغيره باش يقرب دوك الاعصاب شويه باش يبدا يبحبح، لان صوتي كان عباره عن صوت برد، يعني برد ما فيش نبرات اطلاقا. صافي. هنا انتهى الدور. اش بقى باب واحد، باب الله عز وجل، باب الكريم، باب تعاملك مع القرآن، باب لجوءك إلى من أنزل هذا القرآن. سدت الأبواب إلا باب الكريم. اش وليت كندير؟ الوالده مسكينه، العائله كلها تعقدت وكلهم تعيشوا معايا ذاك الحدث، ولكن الوالده جات سكنت معايا وجلست وكتبات هي في واحد البيت كدير بلاصه ناعسه وهي ما ناعساش، وانا كنبات في واحد البيت كنقوم الليل بوالو، كنوقف وننزل وصافي ايات كنقراها في خاطري. واحد النهار كنوصل لواحد الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بشفائين، القرآن والعسل. قلت سبحان الله، هذه واحد تريتمون يعني انا كنت غافل عليها، كيفاش القرآن والعسل؟ حديث صحيح. اش درت؟ كيقولوا المريض هبيل، والمريض هبيل. وليت عندي العسل، خديت العسل وليت كنتخبى وكناخذ شي عاشق ديال العسل وكنبقى نقرا شي آية، وخاصة دوك الآيات اللي فيهم عظمة إحياء الأجسام، بحال قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبحال مثلا قوله بلى قادرين على أن نسوي بل. فبديت كندير هذا الشيء وما كنقول حتى واحد النهار أو واحد الليلة في الليل، في جو في الليل، يلا وقفت بغيت نكبر، كانت كبيرة كتخرج الله أكبر، والله الذي لا إله غيره، حتى خرجت الله أكبر. الوالدة خرجت كتبكي وكتقول دواء دواء دواء، تكلم. جات عندي البيت لقات الدموع، قالت ماذا فعلت؟ لا ما فعلت شيئا، والله ما فعلت شيئا. قالت ايش من دواء درتي؟ قلت لها ما درت حاجه، الله هو الذي انطق هذه الحنجره التي اراد الطب ان يسكتها، فنطقها الله عز وجل. ومن ذلك الوقت الى الان والله ما ذهبت الى طبيب لاطل على هذه الحنجره الى الان، ولن اذهب اليه. سبحان الله. اسمحوا لي طولت عليكم، هذه غير واحد الرساله ان هذا القرآن المصاحبه ديالو واليقين فيه، والله احنا راه غافلين بالله، راه الدواء ديالنا والشفاء ديال الاجسام وديال الامراض وديال الارواح وديال الاضطرابات اللي تنعيشوها كلها في هذا القرآن الكريم. والله ما صاحبتم هذا القرآن الكريم حتى تتخلوا على جميع الاشياء التي يعني تعكر صفو حياتكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، واسمحوا لنا الله يجزاكم خير. السلام عليكم. بارك الله فيك أستاذ، شكرا. يعني
قصة أكثر من مؤثرة، يعني قصة تدل على معجزة ربانية. بصراحة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كتابه الكريم هي بصراحة يعني هي تلك البذرة وتلك الانطلاقة نحو النجاح. شكرا لك أستاذ الكبير الشيخ عبد الكبير الحديدي على هذه يعني إنها موعظة وأكثر من ذلك، موعظة بالمعجزة القرآنية وبالإعجاز في القرآن الكريم.